ضمن مباريات النصر الرياضية الكبرى للمنتخبات المحليات بولاية النيل الأبيض، خسر منتخب تندلتي مباراته الأولى أمام الجيش أمس بميدان الحرية بهدفين مقابل هدف. هذه المباراة التي جرت أمس وسط حشد جماهيري كبير يتقدمه السيد المدير التنفيذي لمحلية تندلتي السيد هشام الشيخ حسن، وبمشاركة طيبة من ممثلي قائد القطاع الغربي والشرطة والأمنية ولفيف من قيادات القرى بالمحلية، وجمهور عريض ضاغت به جنبات ميدان الحرية أمس، حيث جاءت المباراة قوية بين الطرفين تجسد شعار جيش واحد شعب واحد. وفي هذه المناسبة أدلى السيد المدير التنفيذي لمحلية تندلتي كلمة للرياضيين بوقوف الرياضيين خلف القوات المسلحة وتجسيدا لشعار جيش واحد شعب واحد. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بقادة قوات الشعب المسلح، وهم يقودون معركة العزة والكرامة. وفي هذا المنطلق وفي هذه اللحظة الجميلة نقول كلنا جيش. الزي في الميدان تشابه بين فريق الجيش وفريق منتخب تندلتي العريقة التي تقف وتساند قواتنا الشعب المسلحة. والآن دورة النصر الكبرى، نعتبر هذه المباراة بداية لنصرة قواتنا الشعب المسلحة، والآن نحن ننعم بالأمن واستقرار، وكل الميدان مليان بالمشاهدين من القطاع الرياضي والمواطنين بمختلف مواقعهم بمختلف شرائحهم. تحياتنا للجنة المنظمة لدولة النصرة الكبرى بالولاية، والتحية والتقدير للجنة المنظمة بمحلية تندلتي للدور الكبير اللي بتقوم به في هذه الدورة. ورغم يمكن الزمن كان بسيط، لكن إعدادنا من الجهاز الفني كان أجمل، وظهر لعيبتنا بدور مشرف جدا. وإن شاء الله في الشوط الثاني نشوف مباراة جميلة بين الطرفين. وللرجوع لسير المباراة، جاءت الشوط الأول تعادليا في كل شيء، حيث تقاسم الأداء والنتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل. وفي الشوط الثاني تحرك منتخب الجيش وسجل الهدف الثاني والذي رجحت به المباراة. الجدير بالذكر بأن هذه المباراة أو هذه الدورة التي تم افتتاحها باستاد ربق بين منتخب الجبلين وربق، والتي أسفرت بفوز فريق ربق على الجبلين بهدفين مقابل هدف. وستواصل هذه الدورة لتلفزيون ولاية النيل الأبيض من ميدان الحرية تندلتي.